يلا بينا نعمل صوابع الجلاش الحلو المحشي بالمهلبية، بس مهلبيتنا النهاردة من غير نشا ومن غير دقيق. طريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله النتيجة لما هتجربوها هتعجبكم جدا. هتعملوا احلى صوابع جلاش مقرمش قوي من بره وطري ودايب من جوه. في الاول كده بسم الله هنبدأ بالمهلبية او بالكريمة. معانا كوبايتين حليب، هننزل عليهم باربع معالق سكر، والسكر هنا اختياري، يعني ممكن نخليهم معلقتين او ثلاثة، وممكن نزود شوية. بعد كده هننزل باربع معالق كبار مليانين من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، وده هيدينا نتيجة ممتازة جدا. المهلبية معانا النهاردة او الكريمة هتكون بقوام وطعم مختلف. هنقلب كده شوية لحد السكر ما يدوب. بعد كده هنرفع الكريمة على النار، هنحطها على نار وسط وتقليب باستمرار لحد الخليط ما يبتدي يغلي. اول ما يغلي هنسيبه من دقيقتين لتلاتة بعد الغليان. بعد كده هنضيف له كيسين فانيليا او كيس واحد. بعد كده برضو تقليبتين تلاتة، وبكده الكريمة هتكون استوت معانا او المهلبية استوت. هنركنها على جنب لحد ما تبرد. نعمل بعدها الشربات على طول، ومعانا كوبايتين سكر وكوباية ونص مية، ومعاهم عصير نص ليمونة. بعد ما نحط العصير بتاع الليمونة نرفع الشربات على النار، وهنسيبه برضو على نار وسط لحد ما يغلي، وهيقعد معانا من 6 ل7 دقايق. بعد كده هنحط ظرف الفانيليا ونشيل الشربات ونسيبه يبرد. اول حاجة كده هنعملها ان احنا هنفضي المهلبية او الكريمة في طبق. هنجيب بعدها على طول لفة الجلاش اللي وزنها 500 جرام، وهنقسمها من النص، وهنحط الجلاش كله فوق بعض بالشكل ده. وهناخد نص ورقة الجلاش وندهن نصها من تحت بفرشة سمنة ونطبقها، وبرضو نديها فرشة سمنة بسيطة. وبعد كده هناخد شوية من حشوة الكريمة بالمعلقة ونحطهم على حرف ورقة الجلاش من تحت، ونطبق جوانب الورقة ناحية اليمين والناحية الشمال، نطبقها كده وبرضو فرشة سمنة بسيطة، ونبتدي نلف صوابع الجلاش. طريقة سهلة أو بسيطة، بس فعلا نتيجتها ممتازة. دي اخر واحدة. نبتدي بعد كده نرص في الصينية. هنجيب الصينية اللي هي مقاسها 30 في 40 زي ما قلنا، وهندهنها بفرشة سمنة ونرص صوابع الجلاش. بس حاولي هنا ان انتي ما ترصيش الصوابع لازقة في بعض. بعد كده هندهن وشها بالسمنة وندخلها فرن سخن. طبعا لازم نكون مسخنينه من الاول على درجة حرارة 200. وهنحط الصينية على الرف اللي في النص والنار شغالة من تحت بس، وهتطلع بالجمال ده. قعدت معايا نص ساعة وطلعت بلون ذهبي جميل جدا. اول ما بتطلع على طول وهي سخنة بسقيها بالشربات البارد، والشربات عندي هنا وسط. لو انتي بتحبي شربات الجلاش يكون تقيل فسيبيه اكتر من 6 7 دقايق شوية. الشربات الوسط انا بسيبه على الجلاش برضو من 3 دقايق ل4 دقايق، بالكتير 5 دقايق. بعد كده ببتدي اشيل صابع الجلاش من الصينية او اصفي الشربات. ما ينفعش احط الشربات واسيبه في الصينية فترة كبيرة. الجلاش هيشرب كمية الشربات كلها، وهتلاقي الصوابع نفشت كده والجلاش فتح والكريمة خرجت، فمش هيديكي نتيجة كويس، هيبقى طري ودايب بزيادة. وكلي بعدها احلى صوابع جلاش محشية بالكريمة من غير دقيق ومن غير نشا. طريقة سهلة وبسيطة والنتيجة ممتازة. ان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم جدا. والسلام عليكم.